ليه كل مرة بتقطع فيها الكورة بتعمل ريباوند وترجع تاني للخصم؟ ليه دفاعك بيفتح شوارع لوحده؟ ليه كل ما بتغير الإشارة ما بتجيش على اللاعب اللي انت عاوزه؟ أسئلة كتير بتيجي في بالك وبتحاول تلاقي لها إجابة، وبتتفرج على فيديوهات كتير علشان تلاقي حل، وبرضه مفيش حل. بس أنا النهاردة في الحلقة دي هكشف لك كل الألغاز وهقول لك على كل الإجابات والحلول، وكمان هعلمك إزاي تدافع زي المحترفين، بس مش بالطريقة اللي متعود تسمعها، لأني هقول لك حاجات محدش بيشرحها. بس قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك والاشتراك، وتعالوا نحكي القصة من أولها. أغلب الناس عشان تسترجع الكورة بتدوس مربع وخلاص، بس انت عارف يا صديقي ان استرجاع الكورة بالتدخل الواقف ليه طريقتين. الطريقة الأولى السوفت تاكل، اللي هي بتدوس على المربع عادي واللاعب بيمد رجله عشان يقطع الكورة. الطريقة التانية الهارد تاكل، وهنا بتدوس R2 مع المربع في نفس الوقت. ده بيبقى تدخل عنيف، اللاعب مش مجرد بيمد رجله، هو حرفيا بيرمي جسمه كله. الهارد تاكل هو سلاح خطير جدا ولازم تستخدمه صح، لأن أهم حاجة فيه هو التوقيت، لأنك لو عملتها بدري الخصم هيقولك شكرا على المساحة، ولو عملتها متأخر هتلبس فاول. وأفضل استخدام ليها لما خصمك يستلم الكورة وفي مسافة بينه وبين المدافع بتاعك، وكمان لما المهاجم يحط المدافع بتاعك في ظهره. الهارد تاكل بيرجع لك الكورة من قدامه بالعافية. الدفاع في فيفا مش شوية زراير بتدوس عليها، الدفاع مدرسة وفيه أساليب كتير. في ناس بتحب تضغط عالي، وناس بتقفل العمق كويس، وناس بتعتمد على ال AI وقوته. لكن الحقيقة مهما اختلفت الأساليب مفيش أسلوب بينجح من غير ما تقدر تتحكم في المساحات، لأن الدفاع مش إنك تقطع الكورة، الدفاع الصح هو إن الخصم ما يلاقيش مكان أصلا يلعب فيه الكورة، وإنك تتحكم في المساحات ليه أكتر من طريقة. الطريقة الأولى ضغطك مش لازم يبقى متهور. لما الكورة بتتقطع منك بتروح تضغط بأقرب لاعب، وده غلط، انت بتعمل مصيبة كبيرة، لأنك بدل ما تستنى ال AI يتمركز صح قررت تضغط مباشرة، ولو الخصم عدى هتجيب اللاعب اللي بعده وتفضل تبدل وتغير وتحرك لعيبة غلط وتفتح الملعب كله، وفي الآخر تشتكي إن دفاعك مفتوح. والصح الخصم لو في نص ملعبك ما تضغطش بلعيبة الوسط، وابدأ ضغط بلعيبة الهجوم من وراهم. نفس الفكرة لو الخصم عدى لعيبة الوسط ما تضغطش بلعيبة الدفاع، اضغط الأول بلعيبة النص من ورا اللي معاك كورة. انت كده سايب ال AI يحافظ لك على تمركز اللاعبين وانت بتقرب الخطوط من بعض. الطريقة التانية السويتشات السريعة. كم مرة حاولت تختار لاعب معين عشان تروح تضغط بيه والمؤشر بيروح لحد تاني؟ ما شاء الله عليك بتفتح ملعبك كله، لانك فضلت تبدل بين 4 لعيبة في ثانيتين بس، وكل ده عملته عشان تجيب اللاعب الصح اللي تضغط بيه. وكده بتبقى فاكر انك عملت سويتشات سريعة، بس في الحقيقة اللي انت عملته ده تهور. السر هنا يا صديقي في اعداداتك وهدوءك. ادخل على الاعدادات وخليها زي ما انت شايفها قدامك، وانت بتسويتش يبقى الاختيارات سهلة، يمين وشمال اللاعب بالانالوج اليمين. ولو في هجمة سريعة والمؤشر جه على لاعب غلط ما تتوترش، بكل هدوء دوسة واحدة على L1 وبعد كده اعمل سويتشات تاني بالانالوج. الطريقة التالتة مصيادة المحترفين. دلوقتي ندخل على الركن اللي ما بيتقالش غير للمحترفين، أسرار مش موجودة في القوائم ولا حتى في الإعدادات، أسرار الدفاع اللي بيفرق بين اللاعب العادي واللاعب الجامد. عشان تبقى لاعب محترف لازم تبقى سابق الخصم بخطوة، وتبقى عارف هو بيفكر ازاي وهيلعب الكورة فين حتى قبل ما يلعبها. وهنا تيجي خطة المصيدة، وهي باختصار انك تسيب مساحة للخصم يدخل فيها سواء هيجري او هيباصي، واول ما يدخل المساحة اللي انت سايبها له بتنصب له الكمين وتقول له هات الكورة يا حبيبي. وعشان تطبقها هي بتختلف من خطة للتانية، يعني خطتك لو بأجنحة هتدخل لعيبتك في العمق، وأول ما يدخل المساحة اللي على الطرف تقول له بالشفا،
والعكس برضه، لو بتلعب بخطة من غير أجنحة سيب المساحة في العمق، خليه يدخل جوه التكدس. الطريقة الرابعة السكند مان بريس، اللي هو انك بتخلي الاي اي يساعدك في الضغط. وطبعا كلنا بنعملها، بندوس على الار2 واحنا بندافع. بس انت عارف يا صديقي ان ده اكبر فخ فيفا بتعمله لنا عشان تفتح لنا مساحات في الدفاع من غير ما ناخد بالنا. طب ازاي نستخدمها صح من غير ما نفتح مساحات؟ هما حاجتين ملهمش تالت. اول حاجة المان تو مان. ناس كتير ما تعرفش المعلومة دي، انك لو دوست R2 مرتين ورا بعض بتخلي ال10 لعيبة بتوعك بيعملوا مان تو مان مع كل لعيبة الخصم. وافضل استخدام ليها لما الخصم يكون داخل على ال18 بتاعك. الحركة دي هتمنع اجوان الموظفين اللي انت ما بتحبهاش انها تدخل فيك، اللي هي باصي بالعرض وشوطة. وتاني حاجة في السكند مان بريس انك ما تسيبش الاي اي يروح يضغط لوحده، لازم تروح تسند معاه. بس خلي بالك اللاعب اللي انت واخده مش دوره يروح يضغط، لانك لو ضغطت بيه والخصم عمل مهارة ب2 جنيه كده الاتنين لعيبة طلعوا بره اللعبة. انما دوره انك تقفل بيه مسارات التمرير باستخدام الجوكي اللي هي ال L2. وهنا عاوز اوضح لك حاجة مهمة جدا انت يمكن ما تعرفهاش. العمق اللي انت بتلعب بيه في خطتك ده مش عمق الفريق وانت بتدافع، ده عمق الفريق في بناء الهجمة وفي الدفاع، الاتنين مع بعض. فانت حتى لو بتلعب بعمق 0 وبتهاجم هتلاقي خط الدفاع بتاعك واقف في نص الملعب. فانت لو بتدافع غلط وما بتتحكمش في المساحات هتلبس مرتدات عادي جدا زيك زي اللي عامل العمق على 100. وهنا خليني اسألك سؤال، هل معنى انك تعمل ضغط عالي انك تعلي العمق على 70 او حتى 95؟ لو قلت انت بتغلط الغلطة اللي بيقع فيها اغلب الناس، لانك تقدر تضغط الخصم من نص ملعبه وانت بتلعب على عمق 50 عادي جدا. ببساطة لما الكرة تتقطع منك اول حاجة اوف سايد تراب، اللي هي دوس سهمين فوق بعض. تاني حاجة مان تو مان، دوس R2 مرتين ورا بعض. تالت حاجة اتحكم بلاعب واحد بس واعمل بيه جوكي واقفل مسارات التمرير. انت كده خنقت الخصم وطبقت عليه كل اساليب الدفاع في لعبة واحدة. وحابب انهي الحلقة بلعنة فيفا الابدية الريباوند، اللي هي ارتداد الكورة بعد ما تقطعها. فانت لو وصلت لحد هنا تبقى انت حبيب قلب العمو وتستحق المعلومة اللي محدش بيقولها. ومش بس كده، دي معلومة مش هتلاقيها في اي قناة تانية، ولو سمعتها بعد كده في الغالب اتسرقت زي ما حصل مع حلقة السكريبت. وعشان كده لو شفت حد بيعيد الكلام ده بالحرف ادخل له واعمل له بلاغ واكتب له امسك حرامي. نرجع لموضوعنا. وانت بتلعب تقعد تكلم نفسك اعمل ايه تاني؟ كل ما تقطع الكورة ترجع للخصم، تقطع الكورة تاني ترجع للخصم تاني، وتحس انهم بيعاقبوك انك قطعت الكورة في وقت السكريبت كان مقرر فيه ان الخصم يروح يجيب جون. وقبل ما نحل اللغز ده لازم نفهم الاول ليه الريباوند بيحصل. من اول فيفا 21 ودخولها في عالم الذكاء الاصطناعي المعروف ب FC IQ بدأت تظهر مشاكل، وخصوصا في الناحية الدفاعية، لحد ما وصلنا لفيفا 24 وبدأنا نشوف بلاي ستايل للعيبة في محاولة لتطوير الذكاء الاصطناعي وحل المشاكل الدفاعية اللي كان أكبر مشكلة فيها هي الريباوند. لما المهاجم والمدافع بيدخلوا في التحام على الكورة، الطبيعي ان المدافع هيكسب الالتحام علشان البلاي ستايل الدفاعية اللي عنده. بس ليه لما الكرة تقطعها ترتد وبتبعد عن المدافع كام متر؟ لان ببساطة المدافع ما عندوش بلاي ستايل الفيرست تاتش اللي هي اللمسة الاولى، غير المهاجمين اللي عندهم الخاصية دي. طيب وارتداد الكرة ده ليه حل؟ طبعا ليه حل، وفي 3 خطوات بس. الخطوة الاولى استخدم الهارد تاكل اللي شرحتها لك من شوية، او السلايد تاكل اللي هي التدخل بالزحلقة بلاعب يكون عنده بلاي ستايل السلايد تاكل. في الحالتين الكرة هتقف مكانها. الخطوة التانية وده سر عشان تبقى لاعب جامد، شيل ايدك من على الانالوج فورا وانت بتعمل التدخل لأقل من لحظة، لان احنا لما بندافع بنبقى موجهين الانالوج في اتجاه الخصم، فلما بتقطع الكرة لا اراديا بتفضل دايس على الانالوج وهنا الكرة بترتد. الخطوة الثالثة
لو انت راجل بقى خلقك ضيق ومش عاوز تبقى محترف، عاوز بس تقطع الكورة كده وتقف في مكانها وما ترتدش، روح هاتلك مدافعين عندهم اللمسة الأولى، بس خلي بالك هما معدودين على الصوابع. وهنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. لو عجبك اللي شفته فأنا استحق لايك محترم، واشترك في القناة علشان الحلقة اللي جاية هعلمك ازاي تفنش كل الهجمات، وهعلمك تكنيك الفينيس شوت. وشير الفيديو مع اصحابك علشان يتعلموا اصول الدفاع الصح. والسلام.